صباح سوري مفعم بالامل. الاستاذ مروان حمزي البطل الثورجي، الاخ يلي طبعا نحن ما فرقنا بعضنا من بدايه الحراك. الله كبير على الظالم. كانوا يهددونا من منعوا سفرتنا لخارج القطر وكثير اشياء. طبعا قد ما تعذبت انا كشخصيا وراني ربيع الشهر، ما تعذبت قد ما تعذب الاستاذ مروان صاحب الفكر النير الطيب. الحديث لك مبارك النصر بسوريا جديدة. الله يبارك فيك. انت بتقول منعوك تسافر، نحن منعونا نطلع من شوال الثورة الكبيرة يا حبيبي. نعم. انا لي 4 سنوات ما زلت على دمشق. انت بتقول لغولك سفرة، انا جتني سفرة على القاهرة لحضور مؤتمر للمنظمات الحقوقية بالوطن العربي، وجتني الفيزا منعوني، رجعوني من المطار. لما رجعت مسؤول قال والله عليك حظر سفر من فرع فلسطين، بتراجعهم. قلنا له نراجعهم. ليش يا خي؟ قال بلا لك الشغله، اهل بيتك احق بمصاريف السفر وبتكت الطياره وبكذا وبكذا. لك يا خي شو لك علاقه انت؟ في مان ابني بده يدفع لي تكاليف السفر. قال لا كمان اهل. قلت له قل لي ما بدك تعطيني. انا ممنوع اخذ جواز سفر، ممنوع اسافر كنت الا من آلين. يسعد صباحنا. هذا طبعا مثل ما انتم شايفين الفرحه تعم محافظه السويداء بالمحبه والاحترام والتقدير. لقاء الاهل مع الاهل. ان شاء الله مبروك النصر. الله يعافيكم، الله يوفقكم. يسعد صباحكم جميعا. طبعا هذا الخليط من محافظه السويداء، الوطن العربي. هذا العرس، هذا الحلم اللي إلنا عم نحلم فيه عشرات السنين من بدء الثورة. سألت سؤال على إحدى القنوات الفضائية، قال عم يقول بشار الأسد إنه سلم السلطة سلميا. قلنا له فشر، ما سلمها، سلمها حطام. هذا الجرذ ما سلمها شبه دولي، ما في دولي. هذا النظام اشتغل على إنه ما يخلي شيء، لا شجر ولا بشر ولا حجر ولا شيء. يكفي إنه تراك لنا إرث من السجون، سجون اللي ما بتنفتح. كان ساجن الناس، نص الناس تحت الارض والنص هجره والنص الباقي مسجون بسجن كبير. هذا النظام شو بده بقى؟ وعدا عن هيك سرق كل مقدرات سوريا وحطها ببنوك روسيا. بس هذا المجرم لازم ينجاب للمحكمة الدولية ولازم يتحاكم مع كل الجرائم اللي اقترفها بحق الشعب السوري. طبعا سوريا مثل ما انت بتعرف كانت تغذي روما يعني. نعم. يعني اليوم عندنا مقدرات تتجنن بالخير والقمح وكل شيء. يعني معقولة ممكن ترجع مثل بدها ترجع واحسن بهمة الشرفاء. كل سوريا بدها ترجع وافضل يا رب. نحن عنا امل انه سوريا في المستقبل راح تكون لنا ولاولادنا راح تكون افضل مما كانت. ان شاء الله اللي استلموا هذا الكابوس اللي هيمن على صدر السوريين اكثر من نصف قرن انتهى. انتهينا منه. حكم العائلي الواحد، الحزب الواحد، الشخص الواحد، انتهينا منه. حتى الطائفي نحن ما حدا حكى بالطائفيه لهذا النظام اللي كان يغذي الصراعات الطائفيه والصراعات العائليه. اللي شاف التقارير الحزبيه اللي شافوها بالفروع وبالشعب الحزبيه، كانت تقارير هذا البعض كان يكتب الخي بخيه ويكتب ابن الحاره بحارته. طبعا الاستاذ مروان هالخلافات كلها رافقها مشكى ضيم الكل وجميع الاحرار. هو بيعرف وقت ما صار علي انا امن اتصالات وحتى دعوني الى المخابرات الجويه، الضغوطات اللي كانت تصير على صفحه رادار سويدر بيعرفوها. ان شاء الله بالنصر والحريه للجميع ان شاء الله. الله يخليكم. الله يسعد صباحك. كيفك؟ كيف صح؟ يلا بيك. كلمة صغيرة هيك من حضرتك. ما عاد في مجال للحكي، هسه وقت الفرحة، وقت ألف مبروك. السعادة، وقت الانتصار، الاحتفال بهذا الانتصار اللي الحلم اللي كنا نحلم فيه حققناه بفضل الشرفاء، بفضل جهود كل الناس، بكل السوريين، بكل طوائفها وقومياتها واثنياتها. نحن مصرين على سوريا دولة مواطنة، دولة حقوق، دولة واجبات، دولة لكل السوريين. نحن بدنا نرتقي بسوريا إلى الأفضل، ما بدنا نخلي نسمح هذا النظام رغم كل المآسي اللي عملها والسرقات والنهب والفساد والاستبداد والدمار، انه حطم سوريا باقي 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 وراح تستمر وراح تكون افضل مما كانت بجهود كل السوريين. شكرا لك. ونعرف عن حضرتك للمشاهدين. صالح النبواني والسبعة نعم. بارك الله فيكم. قالوا صالح النبواني خاله للشهيد صلاح صادق، اللي لما راح يعمل تأبين له هجموا شبيحة وقوى النظام وقوسوا على بيته.
ما بدنا نحكي، بنقول صفحات صفحات الماضي الجديدة ما بدنا نحكي. الله يخليك. طوناها نحن بنبدا صفحه جديده مع إن شاء الله إن شاء الله مع كل الناس. هاي كل هي انسان شريف نحن بنمشي معه. استاذ صالح مثل ما انت شايف ليك يعني كل الناس عم بتبارك لبعضها كل الناس هذه في الحرية فرحه في عيد. والنصر. شكرا لكم، يسعد صباحكم، نهاركم سعيد ان شاء الله، قادمين لسوريا طيبه. شكرا لكم، شرفونا، شكرا لكم. من خلال صفحة رادار سوريا، يسعد صباحكم جميعا. هي سوريا كما هي.